يعطيكم العافية حبايبي، جبت لكم وصفة كلياتنا محتاجينها ومنعاني منها اللي هي سلق الدرة. كتير بياخد معنا وقت وأحيانا بتستوي وأحيانا لا. فجبت لكم طريقة كتير كتير رح تعجبكم ورح تدعولي عليها. بالبداية بجيب طنجرة بحط لها مي سخنة وبحطها على الغاز بخليها تغلي 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 المي لتصير درجة حرارتها 100. بعدين أنا بهالأثناء بكون غاسلة الذرة ومقشرتها، بطفي الغاز على الطنجرة وبحط الذرة بقلب المي السخنة وبغطي الطنجرة وبتركها نص ساعة كاملة ما بفتحها أبدا. وبعد نص ساعة بفتح الطنجرة وبطلع الذرة رح تكون كتير عم تقرمش ولذيذة ورح تعجبكم وتدعولي على هالطريقة. هلأ هون أنا في وصفة بحب أعملها للذرة دائما. بقطع الذرة، بس قطع الذرة بعد ما أقطعها بجيب مقلاية بحطهم بالمقلاية مع قطعة زبدة، بقلي الذرة بالزبدة وبعدين شو في عندي بهارات شو عندي إضافات بضيفها. عندي مثلا بهارات الجبنة، بهارات الذرة، رشة ماجي، عصرة ليمون، كتير بتعطيها نكهة طيبة رح تدعولي عليها بس تجربوها. وإذا عم يعجبكم محتواي بتمنى أنكم تشتركوا بالقناة لأني أنا لسه جديدة وبحاجة دعمكم. يعطيكم العافية.